حياتنا بنلاقي ناس كتير بتضحك وتفرح الناس، لكن ورا الضحك ده بيكون فيه قصص وجع ودموع. إسماعيل ياسين أيقونة الضحك المصرية، كانت حياته مليانة باللحظات الصعبة وكسرة النفس والقلب. طب تعرف إنه كان عنده اكتئاب ومات بيه؟ حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حياة الفنان العظيم اللي خلى الملايين تضحك رغم ألمه الشخصي. إسماعيل ياسين اللي أفلامه لحد دلوقتي بتضحك الصغير قبل الكبير، يعتبر ما شافش يوم حلو في حياته. لما إسماعيل كان عنده 6 سنين تقريبا والدته توفت، وراح أبوه اللي كان سايغ قد الدنيا اتجوز واحدة تربيه وترعاهم، بس مرات أبوه كان قدمها نحس عليهم واتجوزوا من هنا. وأبو إسماعيل ياسين بدأ يخسر تجارته من هنا، ومفيش شوية وبقى على الحديدة واتداين ودخل السجن وبقت حالته حالة. وعاش إسماعيل مع مرات أبوه اللي طلعت عليه القديم والجديد وفشت غلها فيه، فراح سايب لها الجمل بما حمل وراح يعيش مع جدته. بس جدته أمه كانت شايلة ومعبية من أبو إسماعيل برضه، وشايفة إن هو السبب في موت بنتها، فكانت برضه بتفش غلها فيه وبتطلع عليه القديم والجديد. يا دنيا وراكيش غيري ولا ايه؟ ولما قرف اسماعيل من العيشه واللي عايشينها، قال لك انا اطلع اشتغل واشوف نفسي وهو منها ارتاح من البيت شويه، وراح اشتغل منادي في موقف، وكان شاطر جدا في الموضوع ده، لان لما ابوه دخل السجن مرات ابوه ما رضتش تصرف عليه جنيه وقالت له اطلع جيب مصاريفك بنفسك وانا هصرف على شحط كمان. واشتغل وقتها منادي برضه بس في محل اقمشه. المهم ان اصحاب اسماعيل ياسين لما كانوا بيسمعوه كانوا بيقولوا له ان صوته حلو ومش بعيد لو راح قدم يغطي على الفنان محمد عبد الوهاب. ودي طبعا نظريه اكتشفها اسماعيل واصحابه وهم قاعدين على القهوه، ملناش دعوه بيها. سمع سمع الكلام بتاعهم من هنا وشاف نفسه، وسرق حوالي 6 جنيه من جدته وراح من وراها للقاهرة علشان يقدم في معهد الموسيقى. وقتها كان عنده حوالي 17 سنة، بس لما وصل مصر لقى معهد الموسيقى مقفول، فقال لك ما انا مش معقول هرجع السويس ايد ورا وايد قدام. وراح قعد عند ولاد خالته كام يوم، ولما ولاد خالته عرفوا انه عاوز يكون مغني قالوا له يا نهار اسود، انت عايز تفضحنا وتعرينا سمعه؟ انت اتجننت يا اسماعيل؟ كانه قال لهم انه عايز يبقى تاجر مخدرات، فنفسه اتقفلت منهم وسابهم ومشى يلف في الشوارع، ورجليه جابته لحد السيده زينب وقال يريح شويه. لكن حظه المنيل طلع له واحد فضل يرازي فيه لحد ما خلى العمال يطردوه، وفضل اسماعيل يلف في الشوارع شويه حلوين من غير ولا مليم. ولما ضاق بيه الحال اشتغل في قهوة في شارع محمد علي، ومن هناك جات له الفرصة انه يشتغل مع نوسة. وتسألني نوسة بتشتغل ايه؟ اقول لك رقاصة قد الدنيا. انا رقاصة اشهر من نار على العالم، بس للأسف نوسة ايديها ما كانتش مبحبحة زي شغلانتها، فساب الفرقة واشتغل في مكتب محامي. ووقتها لاحظ سمعة حاجة غريبة جدا، كل الناس بما فيهم المحامي كانوا معجبين بخفة دمه أكتر من صوته. وبعد ما عمل قرشين حلوين قرر يمشي ورا حلمه من تاني، واتعرف في الفترة دي على توأمه الفني أبو السعود الإبياري، وكان كاتب سيناريو ومؤلف كوميدي، وهو اللي عرفه على بديع عشان تشغله عندها في الكباريه، واشتغل معاها فعلا لمدة 10 سنين. كان بيقدم مونولوج ناجح وحلو جدا لدرجة إن الناس كانت بتيجي وتستنى فقرته أكتر من فقرة الرقاصة. ومن هنا الدنيا بدأت تندى على سمعة شوية، بالله هتضحك وتحلو ولا ايه يا سمعة؟ لا، وكمان البت سعاد اللي بيحبها طلعت هي كمان بتحبه، وما طولوش واتجوزوا، بس بعدها بكام شهر اكتشف انها خاينة وسابها. يا فجرة رقاصة يا سمعة. وبعد فترة قابل حبه الأول سوريا واتجوزوا، بس برضو ما كملوش أسبوع وانفصلوا. رقاصة برضو يا سمعة، ما تغير يا حبيبي. مفيش فايدة. إسماعيل ياسين اتعقد من الستات والجواز وقال يقفل الباب ده خالص ويركز في الشغل. حريم لا يا علي، حلو الشغل وبيجيب فلوس برضو، احسن من الستات اللي بتجيب الهم والنكد. يا علي ده انا قلت لك حريم لا حريم لا. بس كل ده اتغير لما شاف فوزية اللي اتجوزها وجاب منها ابنه الوحيد ياسين، وكانت فوزية وش الخير عليه. وفضل اسماعيل ياسين يعلى ويعلى وقدم افلام نجحت نجاح كبير جدا، ووقف مع نجوم كبار زي فريد الأطرش ومحمد فوزي وانور وجدي، وبقى ياخد فلوس زيهم واكتر منهم كمان. واحده واحده اسماعيل ياسين بقى نجم الشباك، وابتدى المنتجين يتخانقوا عليه، وكان تاني فنان بعد ليلى مراد يتعمل له افلام باسمه الحقيقي زي اسماعيل ياسين في البوليس الحربي، واسماعيل ياسين في الطيران، واسماعيل ياسين في البحرية، واسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وغيره كتير. وعايزاك تعرف ان افلامه اللي بتتكلم عن الجيش
كانت بأمر من الرئيس نفسه علشان يحبب الشعب في الجيش. وقد كان إسماعيل فعلا غير فكرة مصر والعرب كلهم عن الجيش، وسيطر سمعة على السينما لأكتر من 15 سنة. بس ما تفتكرش ان السنين دي عدت حلوة على اسماعيل، عشان برضو وقتها ما سلمش من التريقة والتنمر عليه، وكانت في ناس كتير بتقول له يا بقه اكمنه، يعني بقه كبير شوية. وحتى صديق عمره أنيس منصور اللي كان بيحكي له عن حزنه من تنمر الناس عليه اتنمر هو كمان عليه علشان ياخد اللقطة. ومعروفة العين ما بتحبش اللي أحسن منها. وجي أنيس منصور في فرح بنته اللي كان مليان معازيم ومن ضمنهم إسماعيل ياسين، واتفاجئوا بأنه جايب مونولوجيست تاني علشان يقلد إسماعيل ويضحك الناس بالحركات اللي بيعملها. ورماله نكتة في النص بتقول يا إسماعيل ايه البق الكبير ده؟ يا إسماعيل البق الكبير ده اللي عندك على وشك مش بتفكر تخلص منه؟ يخرب بيت صداختك. الموقف ده نزل زي جردل المايه الساقعة على إسماعيل، وخرج يومها من الحفلة ودموعه على خده. ورغم انه كان بيضحك الناس كلها الا انه طول حياته دموعه ما نشفتش. اهو ده الشخص الوحيد اللي يقدر يقول حرفيا عيبي هو طيبتي الزياده. ده غير ان تلقائيته كانت عامله له مشاكل بالزوفه. يعني عندك في مره الملك فاروق دعاه لحفل خيري في القصر الملكي وطلب منه يقول نكته، فتخيل قال له ايه بقى؟ قال له مره واحد مجنون زي جلالتك كده، والحقيقه انا مش عارفه ايه لازمه جلالتك بعد مجنون. واسماعيل وقتها ما حسش بالمصيبه اللي عملها غير بعد ما قال الكلام ده، ولقى عيون الملك بتطق شرار، فقال يعمل نفسه مغمى عليه كأنه بيهلفط يعني. بس الملك ما عتقهوش وطلب انه يتحط في مصحة عقلية لمدة 10 ايام، اما نشوف مين فينا المجنون بقى. ومرة تانية بحكم انه كان قريب جدا من جمال عبد الناصر وابنه ياسين كان صاحب خالد الابن البكري للرئيس، طلب منه عبد الناصر انه يروح على اسكندرية ويرفه على المشير اليمني عبد الله السلال اللي كان وقتها في رحلة علاج في اسكندرية. وكان اسماعيل بيروح كل يوم للمشير من القاهرة لاسكندرية علشان يقول له نكت، والمشير كان مبسوط بيه جدا. بس الغريبة بقى انه كان شابط في نكتة معينة وبيطلب منه يجي كل يوم علشان يقولها، لدرجة ان اسماعيل زهق ومل وقال له ما سجلها لك ونوفر مشاوير وبنزين. بس المشير رفض لانه كان بيحب رياكشناته اكتر من النكتة. ولما خف وخرج عمل حفلة كبيرة جدا وعزم فيها ناس مهمة قوي، واللي كان من ضمنهم الرئيس جمال عبد الناصر وسمعة، وشكروا بالاسم فيها وقالوا ان النكت والترفيه اللي عمله كان له الفضل بعد ربنا في انه يتحسن. والكل ساعتها بقى شبطان وبقوا عايزين يعرفوا ايه النكتة دي. فطلع اسماعيل على المسرح وقال لهم بكل براءة ان في واحد كان بيقعد على القهوة كل يوم ويقرأ الصفحة الأولى من الجورنال ويرميه وهو متضايق. فصاحبه سأله مالك؟ فقال له إنه بيقرأ صفحة الوفيات. فصاحبه قال له بس صفحة الوفيات دي في نص الجورنال. فرد وقال له الخبر اللي عايزه هينزل في أول صفحة. طبعا الرئيس جمال عبد الناصر سمع النكتة من هنا وشاط من هنا وفهم المعنى الخفي وراها. المشكلة ان الكاتب أنيس منصور هو اللي كان كاتبها وسمعة كان بيقولها من غير ما يفهمها. ومن بعد الموقف ده واسماعيل اتنقل نقلة تانية خالص، وبعد ما كان بيعمل 15 فيلم في السنة بقى مفيش خالص، والأدوار بقت تروح لناس تانية زي فؤاد المهندس وتقال له في وشه كفاية عليك كده، هتاخد زمنك وزمن غيرك، والنبي ما انا اللي كاتبها، دي اختي منى. وساعتها سافر سمعة على لبنان يدور على لقمة عيش هناك زي ما معظم الفنانين عملوا بعد النكسة، لكن للأسف الوضع هناك ما كانش أحسن من مصر، فرجع لأم الدنيا تاني. بس معرفش يرجع اسماعيل ياسين الفنان، ورجع لأيام زمان وبقى مونولوجيست يشتغل في الكباريهات، وبعد ما كان بياخد آلافات رجع تاني ياخد جنيهات ويمشي بالشبشب بعد ما جاله مرض النقرس. والموضوع ده كان مأثر في نفسيته جدا، واتقال بعد كده ان الضرايب حجزت على كل املاكه واملاك مراته وحتى الفلوس اللي في البنوك، وما كانش فاضله غير شقته اللي في الزمالك واللي مات فيها. وبدون اي مقدمات ابتدت نجومية سمعة تنطفي واحدة واحدة وتحول من القمة للنسيان في وقت قصير جدا. وفجأة اختفى اسماعيل ياسين تماما، لا مسرح ولا تلفزيون ولا سينما ولا حتى إذاعة. وفي 24 مايو سنة 1972 بعد معركة مع المرض والاكتئاب رحل أعظم فنان كوميديا عن الدنيا، لكن ساب وراه حوالي 60 مسرحية وأكتر من 166 فيلم و36 مونولوج. قول لنا بقى، كنت متخيل إن الراجل اللي ضحك العالم العربي كله قلبه كان مكسور ومات بالاكتئاب؟ لو كملت الفيديو للآخر ما تنساش تعمل لايك وشير وقول لنا حابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جايه. كانت معكم شروق السرفي في برنامج الحكاية من البداية.